حي قديم في مدينة مغربية. الأزقة ضيقة ومظلمة في الليل. صوت الرياح يمر بين الشرفات وأصوات القطرات تتساقط من السقف. تبدأ القصة بشاب يدعى يوسف، يقرر العودة إلى منزله في ساعة متأخرة من الليل. يمر من زقاق مظلم يتجنب الدخول فيه عادة، ولكن بسبب ضيق الوقت يقرر اختصاره. بينما يمشي يوسف في الزقاق يشعر بشيء غريب. بدأ الضوء الخافت من مصباح الشارع القريب يختفي بشكل غير طبيعي، وكأن الظلال تلتهمه تدريجيا. فجأة يسمع صوت خطوات ثقيلة خلفه. يلتفت ولا يرى أحدا. يسرع في مشيه، لكن الصوت يقترب منه أكثر وأكثر. فجأة يظهر ظل كبير أمامه، كأنه شخص ضخم مظلم يحيط به. الصوت يصبح أعلى وأسرع. يتوقف يوسف فجأة ويدير رأسه ليكتشف أنه يواجه شخصا يرتدي جلبابا قديما ومهلهلا. وجهه مختفي، فقط عيناه اللامعتان تلمعان في الظلام. الشاب يحاول الهرب، لكنه يجد نفسه في الزقاق نفسه مرة أخرى، وكأن الزمن توقف. عينيه تدمعان من الرعب، وعقله لا يستطيع فهم ما يحدث. يختفي الظل فجأة، ولكن عند مدخل الزقاق يظهر شيء آخر. أبواب حديدية مهدمة ومتسخة، مثلما كان يشاهدها في قصصه القديمة عن الجن الذين يسكنون الأزقة المظلمة. يوسف يركض بأقصى سرعة ليصل إلى منزله. عند وصوله إلى باب البيت يسمع صوتا هامسا في أذنه: الظل لن يتركك أبدا. وعندما يدخل المنزل يلتفت ليجد نفسه داخل الزقاق مرة أخرى، وقد أغلق عليه الباب. يظهر الظل من جديد أمامه ويختفي مع ابتسامة غامضة.